القصة ديال اليوم قصة شبعانة غموض. قصة كانت الأحداث ديالها في باريس. نبداو القصة ديالنا. جيبس وبنتها اللي عندها 16 عام اللي سميتها روزميري وصلوا لباريس مع الصباح. كان الجو سخون شوية حيت كان شهر 6. كانوا في عطلة ودابا راجعين لدارهم، ولكن جيبس ما كانش حاسة مزيان. داكشي باش قررت تجلس في باريس شي أيامات قبل ما تمشي. المدينة كانت عامرة بالتوريست. لقاو واحد البلاصة فين يجلسو دوك الأيامات في واحد الأوطيل مزيان. خداو واحد البيت زوين كيطلع على واحد البارك. الشومبر كان عندها حيط صفر محطوطة فيها سجادة زرقاء، والأثاث ديال ديك الشومبر كان كامل بالأبيض. جيبس غير حيدات حوايجها تكات في الفراش. وجهها كان كيبان عليه العيا بزاف، لدرجة أن روزميري بنتها طلبات من الأوطيل يصيفط الطبيب باش يفحصها ويشوف مالها. روزميري ما كتهضرش بالفرنسي، ولكن من ظهرها الطبيب كان كيهضر بالونجلي. الطبيب شاف شوفة وحدة في كيبس وقال: ماماك مريضة بزاف وما تقدرش تسافر. خدا غنجي نديها للسبيطار، ولكن دابا محتاجة شي دوايات. إلا مشيتي لداري باش تجيبيهم غنربحو الوقت بزاف. الطبيب قال لها بلي ما عندوش التليفون دابا، ولكن عطا روزميري واحد النويطة تقولها لمرتو باش غادي يتفاهموا. المسؤول ديال لوطيل شد لروزميري طاكسي، وقال لمول الطاكسي نعد ديال الدار ديال الطبيب، وقال لها: راه الدار ديال الطبيب غير قريبة، وراه قلت لمول الطاكسي يتسناك تتسالي ويردك معاه. ولكن ملي بدا الطاكسي السوقان حسات روزميري بحال كيتمشى غير بشوية وكيتقال، وبحال داز من واحد الشارع 2 مرات. ملي وصلات عيات كتعيط، تعطلات من الطبيب باش تحل الباب، وملي حلات لها الباب داتها لواحد الشومبر. ديك الشومبر كانت خاوية، وبقات كتسنى مدة فيها، وبقات كتقول في دماغها: علاش تعطلات عليا؟ شوية سمعت واحد التليفون كيصوني فشي بلاصة في الدار. ولكن إلا عقلتو الطبيب قال لها: ما عنديش التليفون. كيفاش؟ شنو واقع؟ المهم عطاتها الدواء ورجعت ركبت في الطاكسي. الطاكسي ساق عاوتاني ثقيل كيما جابها، وروزماري كتقول في راسها: علاش هادشي خدالي وقت بزاف؟ كانت متأكدة أن شي فورمة غاديش في الاتجاه الصحيح. سولاتو: واش راك ما غلطش في الطريق؟ راك غادي للوطير متأكد؟ بقى ساكت ما جاوبهاش. عاودت سولاتو وعاود تا هو ما جاوبهاش. بدات روزماري كتوتر. معاه هو وقف في الضو الأحمر، وهي تهبط من الطاكسي وهربات كتجري. وقفات واحد المرا. ديك المرا ما كانتش كتعرف لونجلي. بالحق صونات لواحد السيد كيعرف لونجلي. روزماري كان عندها الصح، كانت غادا في الطريق الغلط. يعني الطاكسي كان غادي بيها في واحد الطريق اللي ماشي صحيحة، ماشي لوطيل. المهم في التالي رجعت للوطيل. كان ديك الساعة الوقيتة العشية. مشات الموظف الاستقبال، قالت له: أنا روزماري، أنا والأم ديالي في الغرفة 505. ممكن تعطيني الساروت؟ موظف الاستقبال قرب لها وقال لها: وقيلا راكي غلطة، الغرفة 505 راها عامرة فيها الناس. واش متأكد راك في الأوتيل صحيح؟ ودار الموظف يعاون واحد السيدة أخرى. بقات روزماري كتسنى تيسالي، وعاودت قالت له: انت عطيتيني الساروت مني جينا مع الصباح، كيفاش نسيتيني؟ بقا كيشوف فيها بحال خرج ليها الدماغ. قال لها: ما عمري شفتك، واش متأكد راك كتهضري على هاد الأوتيل؟ قالت له: راه الطبيب اللي جاي يشوف الأم ديالي راه يعقل عليا، راه هو اللي صيفط نجيب الدواء. ما هي كتهضر مع موظف الاستقبال والطبيب يجيها وتمطروش. مشات كتجري عنده وقالت له: ها هو الدواء اللي قلتي لي نجيب، راه عطاتو لي مرتك، اش غنديرو دابا؟ سنحي ماما ريشتك راك واقيلا غلطة في لوطيل. هكذا كان الجواب ديال الطبيب. صدمها وما تيقاتش، بقات كتسول على المدير الأوتيل اللي شت لها الطاكسي. جاه المدير الأوتيل قال لها نفس الحاجة: راك غالطة في الأوتيل. صافي روزماري تشنات بقات كتغوت. بغيت نشوف ماما، بغيت نشوف الشومبر 505. واش باغي نتحمقوني؟ ملي داو عليها ما كانش نفس الشومبر، ما كانش نفس الأثاث. أثاث كان في الأول بيض، دابا ولا كحل. السجادة كانت في الأول زرقاء، دابا ولات خضراء. روزميري صافي تشنات ديال بصح.
قالت لهم فين راها ماما؟ واش درتو بيها؟ غادي نعيط للبوليس، فين راه مهويجنا؟ كلشي ما بقاش، ما يمكنش. قال لها المدير علاش ما تجلسيش ترتاحي هاد الليله، ممكن تعقلي شنو وقع. ولكن المشكل ماشي في الذاكره روزماري، المشكل هو داكشي اللي وقع وما عرفاتوش روزماري. الا بغيتي تعرف شنو وقع هبط دير لايك سبسكرايب ورجع نكمل لك. اللي وقع هو ملي الطبيب شاف جيبس من الشوفه الاولى عرف باللي راها قريبه تموت. داكشي باش عطاها واحد السم قتلها بالزربه، هادشي باش ما يشوهوش صومعة الوطيل. صاف ملي مشات روزميري خرجوا الجثة وداوها للمقبرة ودخلوا شي خدامة بدلوا الأثاث الشومبر. عمر تلقات الأم ديال روزميري والشومبر 505 بحال عمرها كانت. تلنا وصلنا للتالي ديال الفيديو. كانت هذه القصة ديال اليوم. اللي بغى بحال هاد النوع ديال الفيديو راه عارف غادي يدير.